اكيد بتقولوا تيتا بتعمل ايه النهارده؟ مش منزله لنا وصفه؟ ما احنا مش هنستغنى عن التلاجة، لازم نعين وصفاتنا في قلب التلاجة. عايزه اقول لكم من يومين التلاجة عماله تجيب ميه وغرقت الرفوف ميه، وده عيب التلاجة دي بصراحه. هي نو فريست بس بصوا برضو بتنزل ميه. جيت بقى دورت على خرطوم الصرف بتاعها لقيتها ما فيهوش ميه خالص كده. عايزه اقول لكم دي كانت مشكلتي من سنين. اجيب الفني يروح مسيح شويه التلج اللي في التلاجة ويقول لي خلاص يا فندم ما اشتغلت، وبعد كده ابص الاقيها بتجيب ميه تاني على الرفوف ومبهدله لي الدنيا. فاتعلمت منه كده زي ما انتم شايفين، افك المسمار ده وافك الوش ده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. عايزه اقول لك انا بالاصرار واتعلمت انا كل كده كام سنه تحصل فيها العمله دي، فاروح منضفاها بقى التنظيفه التمام. بص بقى الوش ده كده تشيليه بالراحه، وبصوا هنا كده في تلج متكوم، اروح جايبه الكاتل بتاعي بصوا ميه مغليه، واروح منزله كده فوق الايه، فوق الريش الصغيره دي، بس حاسبه عليها لا اي حاجه تتقطم معاكي تخسري التبريد. شايفين انتوا الميه نازله تحت ازاي؟ ده بدليل الخرطوم بتاعها مسدود خلاص. يلا بينا بقى نجيب كده كمان كاتل ونمشي مع بعض خطوه خطوه. انا بمناسبة بقى اللي احنا مفضيين كل حاجة في التلاجة، نطلع بلحية كده ونستنى الكاتل التاني لما يغلي وايه، واقول لكم اتفضلوا معايا وما تنسوش تيتا بلايك ومتابعة يا حبايبي. بصوا بقى كده انا هجيب ايه كوباية علشان اوصل المية السخنة لكل حتة في الايه في الريش دي عشان تسيح معانا. شايفين بدأت ما تنزلش مية في العلبة، ده دليل ان الصرف بدأ يشتغل. شايفين انتم مطلعه رواسب ازاي؟ ده يا جماعة نتيجة ان انا بحط العيش في الفريزر، يجوا يطلعوا الولاد العيش من الفريزر، فالرده المروحه تروح ناطره المروحه في ايه، في مجرى الايه التهويه بتاعت التلاجة، فتسد بقى الخرطوم. انشف بقى التلاجة بتاعتي كده وارجع كل حاجه واربطها كويس. في هنا كده موجود كام كليبسه، تدخلي بقى الايه القطعه دي كده جوه الكليبسات وتزقيها كويس، وتاكدي ان المروحه ايه مش لازقه وبتلف معاكي كويس. عايزه اقول لك بقى على الجزء ده، بصي عايزه التبريد يبقى معاكي تحت جامد، وسعي الفتحه دي او التايمر دي كبيره، او عايزه التبريد تحت قليل قلليها. واربط بقى كده وانشف بقى التلاجة حوالي عن ايه، عن ساعتين بالشكل ده كده. انا هسرع بس شويه في ايه في تنشيفها كده انشفها. هروح جايبه الجهاز ده مساعده بس كده، بدل ما تقعد ساعتين تقعد معايا نص ساعه. وكمان لو حابين الروتين بتاع التكييف او صيانه التكييف اكتبولي في التعليقات، وكده رص تلاجتي واشوفكم على خير.